اكتر الحاجات اللي كان نفسي اجربها ان انا اروح مزرعه اقضي اليوم كله هناك. وبما اننا دلوقتي في موسم اسماعيليه او موسم المانجا، رحنا اهم مزرعه في اسماعيليه بتاعه المانجا، مزارع شجاع. يومنا بدا من بدري، الطريق من القاهره للاسماعيليه بالظبط اقل من ساعه ونص. اول ما وصلنا ادونا قهوه عربي، وبعد كده طبعا المانجا. ولو انتم ما تعرفوش، اسماعيليه بس فيها اكتر من 140 نوع مانجا، فانتم مش متخيلين كميه الانواع اللي هتدوقوها والحاجات اللي هتاكلوها. رحنا اول حاجه خبزنا، بيدوكوا عجين بيعلموكوا ازاي تخبزوا. العيش بيطلع لكم سخن فريش، من احلى الحاجات اللي هتدوقوها. بعد كده بقى فطار المزرعه، فطير بالسمنه البلدي، بتقفوا تعملوها لو عاوزين. الخضار فريش، البيض، الجبنه القريش والجبنه القديمه. خلصنا وحبسنا بكوبايه شاي. دخلنا بعد كده جوه المزرعه، قعدنا نلعب مع الحيوانات اللي جوه، ناكلهم في كل انواع الحيوانات اللي تتخيلوها. بعد كده بقى رحنا قطفنا المانجا بنفسنا من اهم مزرعه مانجا في اسماعيليه. بعد كده رحنا طبعا متحف قناه السويس، واسماعيليه يعني سويس يعني سمك، فاكلنا اكله سمك من مكان هناك اسمه الفنار. ورحنا طبعا فيلا ديليزيبس، مكان معمول على الطراز الفرنسي، شكله تحفه. وعايزه اقول لكم حاجه، اللي كان مظبط لنا كل اليوم ده كان معتز، وده صاحب جروب ترافلر اكسبيرينس كله. وكنت دايما بشوف السفر بتاعه سواء جوه او بره مصر، بس ان انتوا تسافروا مع حد زي كده الموضوع مختلف تماما. يوم زي ده لازم تجربوه على الاقل مره في حياتكم. وبس كده.